إزاي ممكن يتحول مصدر الأمان لسبب رعب وقهر وخوف؟ لما يكون التسامح وطيبة القلب هما الصفات اللي بتميزك، لازم تعرف إن العالم ده ما فيهوش مكان ليك. ما هو اللي حصل معايا من أقرب الناس ليا كان درس لكل اللي عندهم مرض الثقة والحب. وأيوة هما مرض، لأنهم كانوا سبب في إني خسرت عيني وخسرت رجلي وخسرت حياتي كلها. وياريته اكتفى إنه قتلني وبس، ده كمان كان السبب في إني يتحط قفص حديد حوالين القبر بتاعي، وقال للناس كلها إنه مش ندمان على اللي عمله فيا. والمشكلة الأكبر بقى إن كلامي كل ده كان عن جوزي. تعالوا أحكيلكوا إيه اللي حصل لي. اسمي الحقيقي هو بلجن أو بيرجن زي ما بيقولوا كده، اسم فني. اتولدت في أسرة فقيرة في تركيا، لكن الدنيا لما بتكره حد بتضايقه في كل حاجة. علشان كده أبويا وأمي كان بينهم مشاكل كتير بسبب المصاريف وبسبب كل حاجة تقريبا، لحد ما قرروا يتطلقوا. وبسبب كده عشت طفولة صعبة، بس قلت مش مهم، بكرة هكبر وهساعد أمي في مصاريف البيت. ما هي شغلانة الخياطة اللي هي كانت شغالة فيها ما كانتش هي اللي هتصرف علينا كلنا. وأنا في المدرسة اكتشفت إن عندي موهبة ربنا اداهالي في صوتي، وإني بحب الغنى والمزيكا وهقدر أقف على المسرح وأغني، وكنت أهم موهبة في المدرسة كلها. لكن زي ما قلتلكوا قبل كده، في ناس بتتولد ومكتوب عليها تشوف شقى العمر كله. عشان كده سبت المدرسة وقلت إني لازم أشتغل وأساعد في مصاريف البيت، وفضلت أشتغل وأحارب مع الدنيا لحد ما صحابي في يوم قرروا إنهم يرتبوا يوم نروح نسهر فيه في ملهى ليلي، واتفقوا مع المنظمين بتوع الحفلة إنهم يخلوني أطلع أغني شوية. وأنا علشان بحب الغنى كنت مستنية اليوم اللي أقف فيه وأعرف الناس كلها بموهبتي. ولما طلعت اليوم ده حسيت إن الدنيا بتضحك لي لأول مرة في حياتي، لأني لما بصيت في عيون الناس ونظراتهم عرفت قد إيه كانوا مبسوطين وفرحانين بيا. ومع الوقت بقى ليا فقرة في المسرح ده، والناس بقت بتيجي مخصوص علشان تسمعني، وبدأت أتشهر. لكن اللي ما كنتش أعرفه إن دي كانت بداية اللعنة. ومع زيادة الشهرة والمعجبين والحفلات بدأ يجيلي عروض من أماكن تانية، زي الأماكن الموسمية اللي بتشتغل عدد شهور معين في السنة لأنه سيزون بالنسبة لهم. وأنا بعد اللي عشته وأنا صغيرة كنت مستعدة أعمل أي حاجة علشان أخرج من العذاب ده. فجالي عرض في مسرح في مدينة أضنا، وعلى طول وافقت. وهناك كان في واحد بيسهر كل يوم علشان يتفرج عليا، وانا ما كنتش ساعتها مهتمة بيه، ما انا برضو كان ليا معجبين كتير. لكن الموضوع بدأ يزيد مع الأيام، وبقى يجيب لي ورد ويجي يزورني، وانا كنت شايفة انه واحد مهم في المكان ده. وعرفت بعد كده ان اسمه هاليس سيربس، وكان هيموت ويقرب مني، وانا بسذاجتي وافقت وقربت منه وعشت معاه أحلى فترة في حياتي ما بين هدايا وعربيات. ووعدني إنه هيعمل لي الألبوم اللي بحلم بيه ويخرجني من عالم الكازينوهات لإني أبقى نجمة شرايط وفنانة كبيرة. وأنا كنت شايفة إنه الفانوس السحري اللي بتحلم بيه أي بنت عايزة تتحامى من الدنيا، راجل قوي وعنده نفوذ وفلوس وبيحبني وعايز يشهرني وكمان مش متجوز. علشان كده بمجرد ما عرض عليا الجواز وافقت على طول، بس ما كنتش أعرف إني بكتب نهايتي بإيدي، عشان بعد الجواز اكتشفت إني وقعت في إيد نصاب كبير ومحترف كمان، وكل اللي عشته معاه كان كدب في كدب، لأنه مطلعش غني زي ما قالي، وطلع عليه ديون كتير. وكمان كان كل يوم يضربني من غير سبب، وكان بيحبسني في الأوضة ويعاملني أسوأ معاملة. لكنه بعد كل مرة كان بيرجع ندمان ويعتذر ليا ويقولي إنها مش هتتكرر تاني. وأنا كنت بسامحه لأني كنت بحبه وبقول خلاص هو مش هيعمل كده تاني، بس كان بيرجع وبيعمل أكتر في المرة اللي بعدها ويضربني ويشتمني. وهو على فكرة ليه حق، ما أنا اللي اتنازلت عن حقي وسمحت له يعمل فيا كل ده. بس الصدمة الحقيقية بالنسبة لي كانت لما بدأت أحس إنه بيتغير معايا وبيبات برا البيت باليوم والاتنين. ولما واجهته عرفت إنه متجوز
وعنده 3 أولاد كمان. لأ، والصدمة اللي بجد لما عرفت إن جوازنا ده كله كان مجرد تمثيلية، من أول العقد المزور والشهود اللي كانوا صحابه، وكل حاجة كانت من تأليفه وإخراجه، وكل ده أنا كنت عايشة معاه من غير جواز. بس هو لما حس إني خلاص هروح منه قرر يتجوزني رسمي، ووعدني إنه هيتغير ومش هيعمل فيا أي حاجة وحشة تاني، لكن اللي فيه طبع عمره ما بيبطله، وهو ولا اتغير ولا حاجة، والضرب والإهانة فضلوا مستمرين. ولما وصلت لمرحلة إني خلاص ما بقتش قادرة استحمل، سبتله البيت ومشيت على بيت ماما، وبرغم إنها كانت رافضة الجوازة دي في الأول إلا إنها عارفة إني ماليش غيرها، وكمان ما بقاش ينفع أروح في أي حتة لأني مراته رسمي وممكن يجيبني من أي مكان. وساعتها قررت أنزل أغني تاني علشان أجيب مصاريف العيشة. وفي يوم عرفت إن البيت بتاع ماما اتحرق بفعل فاعل، وأكيد طبعا مفيش غيره هالس هو اللي عمل كده. ولما واجهته قال لي إنه ما يعرفش حاجة ولبس وش الملاك البريء وإنه بيحبني، لكني خلاص ما بقتش مصدقاه. لحد ما جه التاريخ اللي مفيش حد في جمهوري هينساه، وهو 31 أكتوبر سنة 82، لما كنت خارجة أنا وماما من مسرح كنت بغني فيه، ونزل شخص من تاكسي ورمى في وشي حمض النيتريك وجري، وساعتها وشي اتشوه وخسرت عيني اليمين وما بقتش بشوف بيها، ده غير الحروق الكيميائية اللي حصلت في وشي. وبعد ما كنت برجن رمز التفاؤل والحب، بقيت أكتر إنسانة تعيسة على وجه الأرض، ومش عايزة حد يشوفني ولا عايزة أشوف حد. لكن ماما وصحابي كانوا معايا وما سابونيش، يمكن لولاهم كنت مت وقتها. والدكاترة عملت المستحيل علشان أرجع أعيش تاني، وعملت عمليات تجميل كتير علشان وشي يبان طبيعي مرة تانية، لكن عيني كانت خلاص راحت للأبد. وبعد اللي حصل ده واجهت اتهام رسمي لهالس إن هو اللي عمل فيا كده، لأنه على طول كان بيهددني إنه هيدمرني، والحمد لله اتحبس وقدرت أتطلق منه بشكل رسمي. ووقتها كنت فاكرة إني خلاص كده خلصت منه للأبد وهرجع أعيش حياتي تاني. وعلى قد ما الدكاترة قدروا يعالجوني من بره ويرجعوا شكلي شوية زي الأول، على قد ما أنا كنت محطمة من جوايا، وشكل عيني اللي ضاعت كانت دايما بتفكرني باللي حصل. لحد ما جه اليوم اللي قررت فيه أرجع تاني للغنى بشكل الجديد، وخدت لقب امرأة الأحزان، وبقيت بغني وأنا مدارية عيني، شوية بشعري وشوية بلبس نظارة شمس وشوية بحط غطا على عيني. لكن الألم ما كانش راضي يسيبني في حالي، لأني في يوم وأنا بغني على المسرح وكان بيقرب مني المصورين والصحفيين، اتفاجئت بصحفي بيقرب مني وبيضربني بسكينة جت في رجلي وعملت لي نزيف قوي. بس الحمد لله اللي حواليا لحقوني وخدوني على المستشفى. وطبعا كل الناس كانت شاكة في هالس إن هو اللي حرض الصحفي يعمل فيا كده، لحد ما جه اليوم اللي أخد فيه هالس إفراج بنص المدة بسبب حسن السير والسلوك، وبدأ يظهر لي في حياتي مرة تانية ويعرض عليا إننا نرجع لبعض. وبرغم كل اللي عمله فيا، تخيلوا، حسيت إني لسه بحبه، وحسيت إني مصدقاه لما قال لي إنه اتغير وهيعيش معايا في سلام وهدوء. ووافقت فعلا إن أرجع له تاني، والمرة دي حاول يثبت لي إنه فعلا اتغير، وعشنا مع بعض فترة كويسة. لكن الطبع بيغلب التطبع، ورجع تاني للعنف والضرب والإهانة. ولما طلبت منه الطلاق تاني مرة رفض، فسبت له البيت ورحت أعيش مع ماما مرة تانية. والمرة دي التهديدات بالقتل كانت بتوصل لي كل يوم، لدرجة إني بدأت أتعود عليها وأقول إنها مجرد كلام. لحد ما جه يوم كنت مسافرة فيه أنا وماما من مدينة أدنى لمدينة ميرسن علشان كان عندي حفلة هناك. بس وإحنا في الطريق خدنا بالنا إن في عربية ماشية ورانا من أول ما ركبنا، فاتصلت بالشرطة وعرفتهم إن في عربية ماشية ورانا وأكيد هالس هو اللي فيها وأنا خايفة. والشرطة قالت إنهم هيبعتوا حد على المكان ده دلوقتي. لكن هالس نزل من العربية وعرض عليا نرجع لبعض تاني، بس المرة دي قلت له لأ، مع إنها كانت متأخرة بس كنت لازم أقول لأ. وساعتها جت ماما وقالت لي ما ترديش عليه ويلا نمشي. هو أول ما ادينا له ظهرنا راح مطلع المسدس وضرب ماما بالنار، وضربني 6 طلقات، واتنقلنا احنا الاتنين على المستشفى وقدروا ينقذوا ماما.
لكن أنا ما كانش ليا عمر تاني أعيشه في الدنيا دي، وبسبب إنه كان بيهددني دايماً وأهلي خافوا إنه ينبش قبري ويمثل بجثتي، قرروا يحطوا قفص حوالين قبري علشان يحموني منه. بس الحاجة اللي تزعل وتقهر إن هالس هرب على ألمانيا واتقبض عليه هناك، ولما رجع تركيا اتحكم عليه ب15 سنة سجن، والحكم اتخفف ل3 سنين بس، ومن ال3 سنين قضى منهم 7 شهور بس في السجن، وخرج حسن سير وسلوك. ولما اتسأل في التلفزيون قال إنه مش ندمان إنه قتلني، وإنها كانت قضية شرف لأني كنت بهرب من البيت وبروح أعيش مع ماما. لكن إن جيتوا للحق إن المجرم الحقيقي في القصة دي هو أنا، لأن التسامح من غير سبب جريمة، والتنازل عن الحقوق والتهاون فيها جريمة برضه، أما الحب اللي هتديه لحد ما يستاهلش جريمة أبشع.